بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا شباب؟ اللي متابع هيلبر فور تريننج على السوشيال ميديا عارف ان احنا كنا عاملين مسابقة في رمضان عبارة عن 4 تحديات. اللي يحل ال4 تحديات صح يفوز معانا بجوائز مالية وخصومات وحاجات كتير. في التحدي الرابع كان في جزئية محدش قدر يحلها خالص، ودي اللي عايزين نتكلم عليها في الفيديو ده. يعني باقي الجزئيات تقريبا اغلب الناس كلها حلتها صح، سواء بقى اللي حل بمجهوده او حل باستخدام شات جي بي تي. لكن الجزئيه دي تحديدا محدش حلها خالص، لا بمجهوده ولا بالشات جي بي تي، رغم ان هي جزئيه بسيطه سهله جدا في البدايات، في البيزك كونفيجريشن، في البدايات بتاعه السي سي ان اي، ما هياش حاجه احترافيه. طيب ايه بقى المشكله دي وليه شات جي بي تي ما شافهاش وما حلهاش؟ تعال نشوف. زي ما انت شايف كده من بره خالص، من قبل ما نعمل اي كونفيجريشن، واضح ان راوتر 3 فيه مشكله ومش شغال. لو جينا نخش على راوتر 3 كده ونقول له شو رن وريني الكونفيجريشن بتاعتك، مش هلاقي حاجه. مفيش اي بيهات، مفيش اي حاجه، مفيش راوتنج. طب معنى كده ان الراوتر ده ما عليهوش كونفيجريشن؟ لا، عليه كونفيجريشن. ازاي يعني؟ اقول لك تعال نقول له شو ستارت. بص الستارت اهي، الكونفجريشن اهي، الاي بيهات والراوتنج والدنيا تمام. قال لها طيب اما الكونفجريشن موجوده في الستارت، ليه ما اتحملتش عندي في الرن؟ زي ما قلت لكم دي جزئيه بنشرحها في البدايات خالص في السي ان اي، وانا تحديدا بشرحها مع جزئيه الباسورد ريكفري. في الباسورد ريكفري انا مش عارف ادخل على الراوتر فاقول له ما تحملش الكونفجريشن لحد ما اظبط الباسورد وبعدين نرجع الكونفجريشن لوضعها الطبيعي. فالوضع هنا ان انا في قصه الباسورد ريكفري دي باجي اقول له مثلا هنا configure register 0x2142. الكوماند ده معناه ايه؟ معناه ان انا بقول له اعمل لي باي باس للانفيرام. اعمل لي ايه؟ باي باس للانفيرام. يعني ايه؟ يعني يا راوتر لما تيجي تشتغل ما تحملش الكونفجريشن اللي في الستارت، تمام؟ ما تحملهاش في الرن. خش حمل بس الاي او اس، فالراوتر يقوم معايا من غير اي كونفجريشن. طب عشان احل المشكله دي المفروض ان انا ارجع بقى الكونفجريشن لوضعها الطبيعي، اللي هو بدل 4 هقول له 0. ده الوضع الطبيعي. يعني اللي فوق ده اللي موجود، اللي بقول له ما تحملش الكونفجريشن فايل. الكوماند ده لا، اللي بقول له من خلاله رجع بقى وضع طبيعي، ان احمل الكونفجريشن فايل واحمل اي اس واحمل الدنيا بتاعتي دي. تمام تمام. طيب يعني الحل هنا ايه؟ خطواتي كده من الاول هحل ازاي؟ هاجي الاول طبعا اقول له كوبي ستارت ران. هات الكونفجريشن اللي في الستارت حملها لي في الرن. اجيب الكونفجريشن اللي ما اتحملتش دي في الستارت اجيبها في الرن. تعالى كده نقول له شو رن. طيب جبنا الكونفجريشن بقى هنا في الرن، نظبط بقى الكونفجريشن، نرجع زي ما احنا قلنا كده الكونفجريشن لوضعها الطبيعي. بس في جزئيه كده لو رجعت للشرح بتاع الباسورد ريكفري هتلاقي ان هنا عامل ايه؟ شت داون للبورتين دول. فبالمره كده واحنا واقفين نعمل نو شت داون للبورتين دول. بقول له انترفيس اف 0، نشوف رقمهم كام. الاول فوق اف 0 على 0، والتاني ايه 3 اصفار. ماشي. هنقول له نو شت داون. والانترفيس التاني اي 0 على 0 على 0، نقول له ايه؟ نو شت داون. دو شو ران كده عشان نتاكد الدنيا بتاعتي تمام. جميل. الراجل ده شغال وده شغال، كله تمام. جميل. طيب ليه بقى شات جي بي تي ما قدرش يوصل للجزئيه اللي بقول لك عليها دي؟ يعني الناس اللي بتستعين بشات جي بي تي لما جت تحل القصه دي ما عرفتش توصل لها ليه؟ لان زي ما انت شايف كده الكوماند اللي انا بتكلم عليه اصلا ما بيبقاش ظاهر في الكونفيجريشن عندي، ما بيبقاش ظاهر لا في الرن ولا في الستارت. عشان كده شات جي بي تي ما قدرش ان هو يوصل. طيب نعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنقول له كونفيجر. خش الاول على الكونفيجريشن مود. هقول له هنا configure register 0x21 0 بقى 2 المره دي. الكوماند اللي موجود قبل كده كان 42، دلوقتي هقول له ايه 02. رجع بقى الكونفيجريشن لوضعها الطبيعي. فاقول له كده تعالى دو رايت ودو ريلود
ونشوف الراوتر كده بعد ما هيراستر هيبقى عامل ازاي. جميل. هنقول له شورا، هلاقي الكونفجريشن بتاعتي بقى موجود خلاص تمام. ولو طلعت بره مش هلاقي البورتات مقفوله ولا حاجه، الدنيا شغاله معايا زي الفل، ما عنديش اي مشكله اهو، والراوتر شغال والحياه جميله، والاوس بي اف اهو اشتغل والدنيا تمام، الراوتنج بتاعي اشتغل وقرا جيرانه والدنيا. فالقصه كلها في الكوماند اللي هو ايه، يعني حل المشكله دي كلها يا جماعه. الخلاصه بقى في الكوماند اللي هو زي ما احنا اتفقنا ده، ان انا ارجع الكونفجريشن السيكونس بتاع الراوتر لوضعه الطبيعي، انه يحمل الكونفجريشن وبعد كده يحمل الاي او اس. دي التركه اللي كانت موجوده واللي محدش قدر يحلها خالص. نشوفكم بقى ان شاء الله في فيديوهات تانية، ولو حابين ننزل لكم تحديات تانية زي كده يا ريت تسيبوا لنا تعليق مع الفيديو ده. اشوفكم على خير. كان معاكم مهندس احمد حسن.